ونبدأ تاني رحلتنا الممتعة مع المداح، أسطورة النهاية الجزء السادس اللي بيبدأ بسنة 666، ودي السنة المعروف عنها إنها سنة ميلاد الشيطان أو أمير الظلام. بتبدأ الحلقة الأولى بطقس بيقوده سميح الجلاد، طقس بتاع انتظار ميلاد الطفل. ووقتها بيظهر ملك الجان العلوي اللي هو صرمد، وهو بيروح لغنيم جد المداح علشان يجهزه للمهمة دي، ان هو يقضي على الطفل ده اول ما يتولد. وبيظهر وقتها مع غنيم السيف بتاعه النوراني ده اللي احنا شفناه في الاجزاء اللي فاتت. وبالفعل سرمد نقل غنيم للزمن ده وراح وقضى على الطفل ده ومجموعة كمان من اللجان اللي كانوا موجودين. وطبعا الطفل ده بيستنوه كل قرون، يعني بيجي كل قرون، وواضح كده انه كل ما يجي يتولد الطفل ده يقضي عليه واحد من نسل المداح. نتنقل بقى على الجانب الآخر عند المداح اللي بيلاقي نفسه فجأة راح المغرب ومعاه الأسلحة بتاعته اللي هو خدها من جدوده في الأجزاء اللي فاتت، اللي هي العصاية اللي فيها راس دي، وكمان الخنجر. بيلاقي نفسه في المغرب وهو مش عارف ايه السبب اللي راح بيه المغرب. وبيفضل ماشي كده لحد ما بيدخل زي حلقة كده، مجموعة من المداحين قاعدين بيمدحوا طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد ما بيخلصوا الجلسة الجميلة بتاعتهم بيروح له واحد من أهل السر اللي كانوا قاعدين، وبيقول له إن هو وصل له رسالة إن هو يوصله لمكان معين. وفعلا هو كان وصل له رسالة من صرمد اللي هو اللي قلنا عليه ملك الجان العلوي، إنه يوصل المداح لمكان فيه خلوة كده للمداح. هقول لكم دلوقتي الخلوة دي ليه، عشان كمان يقابل صرمد. وبالفعل المداح راح وقابل صرمد، وصرمد قال له إن تاج لسه عايشة، ولكن لو عايز تطلعها في تنازل هيحصل كبير، وهو انك تتنازل عن هباتك وقدراتك اللي عندك. فانا مش عايزك ترد عليا دلوقتي، اقعد في الخلوه بتاعتك وبعد كده ابقى رد عليا. طبعا المداح من غير تفكير يعني راح ورجع له تاني وقال له انا عايزه اتنازل عن كل ده، انا عايزه اعيش مع اهلي حياه مريحه. طبعا المداح وهو في الخلوه بتاعته ابتدى يفتكر كل اللي حصل له هو واهله في السنين اللي فاتت، والاذى اللي اتاذوه والكلام ده كله. فقرر ان هو اولا عايز يطلع تاج طبعا، لان تاج ليها افضال كتير عند المداح. تاني حاجه ان هو عايز يعيش هو واهله في سلام. فراح قال له انا عايز اعيش في سلام انا واهلي، وما عنديش مشكله يعني ان انا اتنازل عن ده كله في سبيل ان انا اطلع تاج. وبالفعل المداح نقل قراره ده لصرمد، وصرمد قال له على راحتك يعني زي ما انت تحب، ونقله لمكان اللي هيقابل فيه تاج. فعلا تاج نزلت من العين اللي هي كانت سحباها دي قبل كده في الاجزاء اللي فاتت، المهم يعني عين الشر يعني. فنزلت تاج وقابلته وقالت له ليه تتخلى عن قدراتك وليه تعمل كده، انا قلت لك ما تعملش كده لاي سبب من الاسباب. في اللحظه دي جه سميح الجلاد، وطبعا تصور ما كانش شايفه لانه فقد قدراته، بس كان بيتكلم معاه وحاول ان هو يأذيه. ولكن تاج مسكت الخنجر اللي كان مع صابر بالمناسبه العصايه اتسحبت من صابر قبل ما يروح يقابل تاج. تاج مسكت الخنجر وقالت له اللي هقدر اعمله واساعدك بيه ان انا هنقلك تروح وسط اهلك. نقلته لان سميح كان عايز طبعا يأذيه زي ما انا قلت لكم. نقلته واتنقل في معبد في الأقصر. طلع وقعد كده يقول أنا تايه وعايز أروح الفيوم. في واحد خده وقال له أنا هوصلك إزاي تركب والكلام ده. وهنا ظهر واحد ماشي وراه، هو ممثل جميل قوي، تمثيله حلو ورائع قوي. أنا معرفش اسمه، تقريبا خالد، مش عارفة اسمه بالظبط، هحط لكم صورته. المهم إنه فضل ماشي ورا المداح. وبعد كده المداح راح الفيوم، واتفاجئ ان هو مر عليه سنه. السنه في عالم الانس بيوم في عالم الجن، يعني هو اعتقاده ان هو غاب يوم واحد بس، كل الاحداث دي هي يوم واحد بس، لكن في عالم الجن قصادنا احنا سنه. فاتفاجئ من الناس ان هو غاب سنه، وفي السنه دي حصلت حرائق كتير طبعا بسبب سمير الجلاد اللي كان متفشي في البلد ومأثر على كل عقليات البلد. كان بيحصل حرائق، واول حريقه حصلت كانت في بيت صابر. وقعد يسأل على اهله، قالوا له احنا ما نعرفش، لكن احنا سمعنا انه كان في البيت وقت ما اتحرق ست ومعاها طفل تقريبا، رحاب والطفل. وقالوا ان احنا ما نعرفش امك واخوك راحوا فين، ولكن في ناس قالوا ان هم شافوا اخوك في الحسين. طبعا راح نزل على القاهرة وعند الحسين عشان يدور، ولقى اخته هبة اللي ماتت ماشية كده، فمشي وراها وطلع وراها بيت وخبط على الشقة. لقى اخوه حسن، قال له تعالى تعالى ده كلهم جوه. دخل لقى كل الاموات ما شاء الله جوه كلهم. امه الحقيقيه اللي هي كانت ماتت اللي هبه كانت قتلتها، اخته هبه، عز اخوه اللي مات في الاجزاء الاولانيه، غانم ابو رحاب. فما شاء الله لقى كل الاموات هناك. وهو واقف معاهم دخل سميح الجلاد
مع ام صابر بقى اللي هي الست الطيبه الكيوت دي اللي كان عايش معاها، ولقى معاها في ايدها ابنه عز. بس امه طبعا كان شكلها متغير خالص كانها معاهم بالظبط. وعرف بقى في الوقفه دي كده ان امه كانت معاهم من الاول، ودي كانت الصدمه الكبيره. ان سميح قال له ان احنا معاك من زمان ومع اجدادك ومع نسلكم كله، لان نسلهم هم يعني في منهم اللي فهمناه بقى من سميح الجلاد ان في نسل من نسل المداح كان بيروح معاهم، وشويه كانوا بيبقى ضدهم زي المداح، زي غنيم، زي الاجداد اللي احنا شفناهم بتوع المداح اللي كانوا واقفين في وش الجن. ولكن في منهم من النسل المداح كان بيروح معاهم. وان من وقت ميلاد المداح وهم مخططين كل حاجه وعارفين، ودوا المداح عند الجامع عشان سلام ياخده. واللي كانت ورا كل ده طبعا امه اللي هي كانت مربياه، اللي احنا كنا فاكرينها كيوت كده وطيبه وقلبانه، اتاريها هي كانت اصلا من الاول مع سميح. طيب صابر سأل سؤال عقلاني جدا، طب لما هي معاكم من الأول ليه اتأذت من مليكة؟ قال له إن هو كان بيعاقب أمه ده فسلط عليها مليكة، وبعد كده لما مليكة عصت أوامر سميح الجلاد هو كمان عاقبها وشاور له على الخاتم اللي في إيده ده اللي هو سميح الجلاد، على أساس إن مليكة دخلت في الخاتم ده، يعني هو دخلها، يعني هو زي ما احنا شفنا برضه في الأجزاء اللي فاتت. وده طبعا تمهيد إن هو هيرجع مليكة تاني يعني. طبعا المداح كان في صدمة كبيرة ان هو كان عايش كل ده في كدبة، وان كلهم كانوا معاه طبعا ما عدا حسن. حسن طبعا لما حصل ده كله سميح الجلاد نومه عشان الباقي بقى يبقى معاهم في الموضوع، وحسن ما يسمعش الكلام ده. لما فاق حسن المداح قعد يقول له انت قاعد هنا ليه؟ ده كلهم اموات، ازاي انت مصدق الكلام ده او كده؟ فقال له انا نفسي دفنتك انت قبل كده وطلعت صاحي، يعني ازاي مش هصدق ان دول اللي يرجعوا تاني؟ المهم ان سميح الجلاد مشي وهم اتكتروا على المداح علشان يأذوه. جه بقى الشخص الشاب ده اللي هو كان ماشي اصلا ورا المداح من الاول، وانقذوا منهم، قرا قران كده وانقذوا منهم وخدوا على اسكندريه البيت بتاعه، وحكى له ان هو يعني زيه بيشوف حاجات زيه والكلام ده من زمان، وان في رساله جات له ان هو يبقى معاه. فالمداح قال له انا ما بقاش عندي حاجه زيك دلوقتي، يعني انا دلوقتي معيش حاجه. فقال له ازاي؟ ده انا جات لي رساله ان انا ابقى معاك. قال له جات لك رساله من مين؟ قال له انا ما اعرفش، انا بتجي لي رسائل كده. المهم الشاب ده ايده كانت محروقه كده، فالمداح قال له ايدك محروقه من ايه؟ قال له ان حكى له كده على قصه ان كان زمان في بيت مهجور، والفضول خلاه يروح البيت دوت، ولقى هناك بير طلع منه نار اتحرقت ايديه. فالمداح قال له خدني البيت ده. راحوا لقوا البير فعلا طلع نار قدام المداح. طبعا كانوا متفاجئين لان المداح يعتبر ان هو خلاص فقد قدراته. البير دوت طلع نار، ومداح حط ايده وما اتحرقتش. فكل دي صدمات ورا بعض، هم مش، ما حدش فاهم اي حاجه. وفي نفس الوقت ده طلع زي لوحه كده مكتوب عليها بالفرعوني، طلعت من النار وخدها المداح. النار خمدت وحصل بره في الجو مطر بقى ورعد والكلام ده والبرق والحاجات اللي بتحصل دي. وقتها سميح الجلاد خاف وعرف ان في حاجه بتحصل. طبعا احنا لحد دلوقتي مش فاهمين اي حاجه ولا ايه اللي بيحصل. وفي واحد كده اللي هو علاء مرسي طلع وكان بيتكلم كده مع الناس على طول انه بيفهمهم يعني على الوضع والكلام ده. فقالوا لهم، قال لهم بصوا المختار جه، المختار جه لما شاف الجو يعني، وقال ابشروا يعني دي حاجه حلوه ان المختار جه. برضه كل ده احنا مش فاهمين اي حاجه. المداح قرر ان هو ياخد اللوحه دي اللي طلعت له للدكتور صبحي اللي هو دكتور اشرف زكي علشان يقرا له اللي فيها. ولكن وهم ماشيين في الطريق بالعربيه هو والشاب اللي معاه ده اللي انا مش فاكره اسمه، الاسماء بتروح مني، ظهر لهم سميح في العربيه وقلب العربيه، وانتهت الحلقه الاولى على كده. واضح يا جماعه ان هي ختامها مسك، وان الجزء ده قوي جدا من اول حلقه. من اول حلقه رهيبه، والاحداث قويه جدا، ومفيش مط في الاحداث كالعاده زي كعاده المداح. وبجد بجد واضح ان هو جزء خطير جدا، فبجد بجد اتفرجوا عليه.